كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الأرجنتيني ليونيل ميسي قد طالب إدارة نادي إنتر ميامي الأمريكي برئاسة أسطورة الكرة الإنجليزية السابق ديفيد بيكهام بضم الكرواتي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد الإسباني. ويرغب المهاجم الأرجنتيني في استقطاب النجم الكرواتي صوب الدوري الأمريكي، لا سيما بعد أن رفض الانتقال إلى الدوري السعودي في الميركاتو الصيفي الماضي، مفضلاً الاستمرار لموسم آخر مع الميرينغي. ويلعب ميسي إلى جوار اثنين من زملائه السابقين في نادي برشلونة، هما الظهير الأيسر جوردي ألبا ولاعب الوسط سيرجيو بوسكيتس، اللذان يرتبط الأرجنتيني بصداقة كبيرة معهما منذ فترته في البلوغرانا. جدير بالذكر أن مودريتش يملك عقداً مع ريال مدريد ينتهي في 30 من يونيو حزيران 2024، ومن المحتمل أن يكون الموسم الحالي الأخير له في سانتياغو برنابيو.